السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبكل سعادة. متابعين هبة الله، وحشتوني جدا جدا. ونبدأ كلامنا بالصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنخش في الموضوع على طول. النهاردة جاي لكم بنظام اسمه تحدي الرمان. الفترة دي الرمان بدأ يظهر في السوق. الرمان فوائده لا تعد ولا تحصى. كويس جدا جدا في حرق الدهون، كويس جدا في نزول البطن، كويس جدا في تنظيم السكر للناس اللي عندها سكرها عالي. فكنز في التخسيس ان شاء الله. هننزل بالنظام بتاعنا، هيكون مدته عشان نخش في النظام على طول. مدته 6 ايام. اللي هتقدر تجيب منه 3 ايام مفيش مشكله. اللي تقدر تكمل ال6 ايام هتلاقي نتيجه ممتازه جدا. نسبه النزول فيه هتكون للاوزان الكبيره، يقدروا ينزلوا فيه 6 كيلو. الاوزان اللي فوق ال100، الاوزان اللي تحت ال100 تقدر تجيب من 3 ل 4 كيلو. فالنزول ده تفاحة. الرمان نقدر نضيف ليه سكر دايت. لو عايزه تعمليه وتحط له سكر دايت عشان المزازه اللي هو فيها مفيش مشكله خالص. الغدا بتاعنا هيكون لمده 3 ايام سمك مشوي زائد طبق سلطه محترم، وهنحط على طبق السلطه نص رمانه. هيبقى لمده 3 ايام الغدا ده. ال3 ايام التانيين احنا قلنا النظام 6 ايام، هيكون عباره عن صدر دجاج زائد طبق سلطه زائد نص رمانه تاني. العشاء بتاعنا هيكون عبارة عن طبق رمان في حدود 2 رمانة زائد تفاحة زائد علبة زبادي. النظام هيكون مدته 6 أيام. الفطار والعشاء يعني شبه واحد، موحدين. الغدا عندنا 3 أيام هيكونوا سمك، و3 أيام هيكونوا صدر دجاج. التحدي ده عاوز التزام بالحرف. لو مش هتقدري عليه ما تبدأيش فيه. عندنا أنظمة بننزلها مريحة للي ما بيقدروش على التحديات في ناس كتير بتبقى مستعجلة على النزول فبتبقى محتاجاها. نقدر ناخد المشروب الحارق بتاعنا الخاص برضو بقشر الرمان، وهننزله ان شاء الله، ولكن هقوله لكم برضو في الفيديو. قشر الرمان بتاعنا ما نرموهوش لانه يعني كنز بجد. بنسيبه بنجففه. لو لسه هتعملي اشتريه جاهز من عند العطار، هتجيبيه مجفف ويطحن كويس جدا. هنجيب الشاي الاخضر ونحط نص معلقه من مجفف قشر الرمان في كوب على باكت الشاي الاخضر، وننزل عليه بالميه المغليه. هتاخدي المشروب ده قبل الغدا بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه. ونقدر ناخده بدل ما ناخده قبل الغدا والعشاء بنص ساعه، نقدر ناخده سناكس اللي هو بعد الفطار بساعتين وبعد الغدا بساعتين. يبقى احنا كده دخلنا في الاسبوع ده كله مجفف قشر الرمان وفاكهه الرمان، دخلناها في معظم وجباتنا. النظام ده للناس اللي بتشتكي من عندها حجم البطن كبيره ومش لاقيه ليها حل. الحل معاكي الاسبوع ده، ال6 ايام. طيب بعد ال6 ايام، بعد ما خلصنا ال6 ايام هنعمل ايه؟ اليوم السابع هناخد الفطار بتاعنا دايت والعشاء بتاعنا دايت، وهناخد الغدا بتاعنا وجبة تكون مفتوحة تاكلي منها من اكل البيت اللي نفسك فيه. ولكن ناخد بالنا ان معدتنا صغرت، يعني بلاش نرجع نفتح معدتنا تاني. ده بالنسبة للنظام. يبقى احنا كده قلنا ال6 ايام. السابع زي ما قلنا الفطار يكون دايت من اختيارك، والعشاء يكون دايت من اختيارك، غالبا علبة زبادي ثمرة فاكهة حاجة خفيفة كده، وخدي وجبة الغدا مفتوحة. وال6 ايام هنلتزم بيهم، ونلتزم في الغدا ب3 ايام سمك و3 ايام صدر دجاج. يفضل ما ندخلش البروتين النباتي في هذا النظام، يفضل ما ندخلش اللحمة في هذا النظام.
طبعا دايما بنأكد على متابعينا عشان نوصل لنتيجة حلوة في أي نظام. الرياضة أساسية في كل الأنظمة، الرياضة ملهاش بديل. ولكن نقدر نقول بدل ما نعمل رياضة قاسية أو ننزل جيم أو ننط حبل، كفاية المشي أسهل حاجة وأبسط حاجة وأرخص حاجة. عاوزين مشي مع النظام ده من نص ساعة لساعة يوميا على حسب بقى مقدرتك. عايزاها متواصلة تمام، عاوزاها متقطعة تمام، كله هيجيب نتيجة معاكي. يعني مش لازم تكون متواصلة، ممكن تكون متقطعة. تاني حاجة أساسية معانا في أي نظام هي شرب المية. بدون الرياضة وبدون شرب المية النظام مش هيجيب معاكي النتيجة المرضية اللي انتي عاوزاها. عاوزين نشرب 3 لتر مياه كده على مدار اليوم. اول ما نصحى من النوم نحضر 3 لتر ميه لحد ما تيجي تنامي. ويعني اظن الجو حر اليومين دول وكلنا طبيعي بنشرب ميه كتير جدا. فاهتمي بشرب الميه واهتمي بالمشي من نص ساعه لساعه يوميا. اهتمي بالمشروب الحارق اللي احنا قلنا عليه اللي هو مجفف قشر الرمان. زي ما قلت لكم، عايزه تاخديه سناكس بعد الفطار والغدا بساعتين تمام، عايزه تاخديه قبل الغدا بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه زي ما تحبي. وقت الجوع ناكل خس وخيار فقط. وقت الجوع خس وخيار فقط. ليكي 2 جزر في اليوم، ليكي 2 بتنجان في اليوم. نقدر نشرب شاي اخضر، قرفه، جنزبيل. ولكن احنا الاسبوع ده كفايه علينا ايه؟ مجفف قشر الرمان. ونخلي المشروبات الحارقه في الانظمه اللي بعد كده. هنزل لكم النظام ان شاء الله صيام متقطع على يوميات هبه الله. تابعونا على قناه هتخس مع هبه الله ويوميات هبه الله. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوناش من اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه عشان يوصلك اشعارات بكل فيديوهاتنا. كان معكم هبه الله، واشوفكم على خير في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.